البيتزا أو البيتزا تندار عادي جدا في الحوش، وكأنها جاية من المطعم، فقط الفرق الوحيد اللي هو الفرن، إنه يختلف من فرن لفرن. بحكم إن الأفران اللي في المطاعم تكون أو في المقاهي تكون درجة حرارتها أعلى، يعني أو قوتها أعلى من الكوش العادية اللي تكون في الحوش. ولكن بالطريقة اليوم اللي حنعطيها لكم إن شاء الله، وشوية أسرار وتكنيكات لو اتبعتوها إن شاء الله حتجيكم فيها قرمشة، وتكون فيها يعني كريست من الحواف، طرية وهشة في نفس الوقت، بحيث إنك أنت لما تتناها تنتنى معاك بكل سهولة، وتكون رطبة وخفيفة ولذيذة. فقط تبعوا بعض الأسرار والحاجات اللي يعني حنقولها، وبإذن الله حتجيكم زي متاع برا بالضبط. نجو هنا لمقادير وصفتنا. مقادير الوصفة سهلة جدا وبسيطة، من غير ولا أي إضافات ولا خزعبلات ولا زبادي ولا حليب ولا عجينة ال10 دقايق ولا عجينة الفطائر. فقط أنا حنستحق هنا 4 مكونات فقط. الطريقة هذه أنا اقتبستها من الطريقة الإيطالية الأصلية. هنا المكونات حنحتاج: أول حاجة حنتكلم على الدقيق. أول حاجة الدقيق اللي يستعملوا فيه الإيطاليين هو دقيق زيرو أو دقيق دبل زيرو. لو مش متوفر عادي تقدر تستعمل دقيق متعدد الاستعمالات، فقط إنك أنت تركزي على البروتين يلي في الدقيق. تقري على الباكو المكونات اللي في الدقيق، تشوفي البروتين الأفضل إنه يكون من 12 فما فوق، حيكون كويس جدا لو كان 12.7. هذا الدقيق حيعطيك النتيجة المطلوبة. أنا هنا حنحتاج 4 أكواب دقيق زي ما قلت لكم. زيت زيتون الأفضل إنه يكون نوعية كويسة. هنا حنستعمل الخميرة الجافة، شوية ملح أو ملعقة خميرة جافة ونص ملعقة ملح. السكر هنا استعملت سكر بحيث إن خميرتي جافة. لو أنت خميرتك فريش تقدر تستغني عن السكر. هنا أنا أول حاجة في صحن حنحط كل المكونات الجافة اللي عندي. أول حاجة زي ما شفتوا إني ضفت الدقيق، كانوا 4 أكواب دقيق. هنضيف عليهم السكر. هنا يعني في النقطة هذه حنضيف الخميرة فقط، مش هنضيف معاها الملح، ما نبيهمش الزاز يختلطوا مع بعض. هنضيف الخميرة فقط. هنا حنحرك كل المكونات الجافة حتى إن هي تتجانس، ومن ثم حنضيف عليهم الملح. وبعدين إن شاء الله نبدأ بالمكونات الجافة، عفوا المكونات السائلة. إضافة المية. المية مش مهم أو مش ضروري إن هي تكون دافية، عادي جدا لو كانت المية بدرجة حرارة الغرفة مش حيأثر. فقط وقت التخمير إن احنا العجينة تكون نحطها في مكان دافئ، ده كل الناس تحقوه. هنا نحط المية تدريجيا على حسب كل واحد ونوع دقيق. نضيف المية تدريجيا بحيث إني نعجنها بحيث إنها تتماسك وكل المكونات وتلتم معاي. مع الاستمرار في السبك حتى إننا نوصل ل هذا القوام اللي انتوا قاعدين تشوفوا فيه. حنضيف الزيت، حنعجن الزيت مع العجينة وندخله بالشكل هذا، بحيث ان الزيت انه هو يخش في العجينة نفسها حتى يعطيني نكهة حلوة. والافضل زي ما قلت لكم احسن حاجة الزيت انه هو يكون ذو جودة عالية.
هنا عجينتنا أهم حاجة إن إحنا نعجنوها كويس. لو حنعجنوها بالإيد الأفضل إن إحنا نعجنوها حتى مدة 10 دقايق، حتى إن هي تكون أو يتكون فيها الجلوتين بنسبة كويسة. المفروض هنا تقعد رطبة، ما تقعدش يابسة أو تقعد رطبة هلبة أو لدرجة تتلصق، فقط إن هي نبو قوامها رطبة. هنا عجينتي كل ما تتخمر أكتر كل ما إن هي كانت يعني النتيجة أحسن. أو الأفضل إنكم تديروا طريقة التخمير البطيء. اللي هو التخمير البطيء هذا كيف؟ إنه هو في الثلاجة، تقعد في الثلاجة حتى أسبوع ما يصيرلهاش ولا أي حاجة. وكل ما تقعد في الثلاجة بحيث إن هي أنت تكوني غامتاها كويس بنايلو، بحيث إن هي ما تكونش مدايرة قشرة يعني. آه، حتعطيني النتيجة إن هي كل ما جت فيها فقاعات أكتر. ونقدر نستعملها في أي وقت. هذه طريقة مبسطة وجدا حلوة للناس اللي تشتغل، للناس اللي ما عندهاش وقت، يعني راجعة من الشغل طول طلعها من الثلاجة تخليها بحرارة توصل لدرجة حرارة الغرفة وبعدين تشتغلي بها عادي جدا. هذه جينتي بعد ما طرحتها ودرتها دوائر بالحجم اللي يناسبكم بأداة حادة تكون دائرية. حطيتها هنا في طاجين كان مغلف بورق زبدة زي ما تشوفوا. أنا حطيت إضافة كيلو ورق زبدة شوية من الطحين، عادي إضافة هذه مني، لو مش حابين مش ضروري تحطها، مش أساسية. هنا حنبدأ نحط كل مكوناتي على الأقراص البيتزا متاعي. أول حاجة حنضيف الطماطم أو صلصة الطماطم، صلصة البيتزا. هنا لو أنت مش في موسم الطماطم عندك، أو أنت يوم بتحضري البيتزا ما كنتيش في موسم إنتاج الطماطم، فالأفضل إنك أنت تستعملي المعلب. لأن لو مش في موسمه أكيد حتكون الطماطم مش فريش، لونها مش أحمر، أكيد حيكون لونها أصفر باهت بائس يعني. فالأفضل إنك انتي تستعملي المعلب، لأن المعلب وين يخزنوا فيه إن الطماطم يكون في موسمه. زي ما تشوفوا اللون أحمر. فقط إضافات اللي بتضيفيها عليها زيت زيتون، شوية ملح، فلفل أسود، حبق أو ريحان، آه وزعتر. والإضافات التانية اللي انتوا حابينها، لو حابين تضيفوا لها زرصين توم حيكون أفضل. وهيك يبقى نحن فوق البيتزا حطيت تقدري تشكلي وتحطي شن تبي، زيتون، فلفل، فطر، جبنة، اللي انتي حابتيه. نكون هنا مجهزة النار كل ما كان. بالنسبة للفرن كل ما كانت درجة حرارته أعلى كل ما كان أفضل. والأفضل إن إحنا نشغل مجرد ما شفنا إن البيتزا ضاعف حجمها نولع الفرن على طول، بحيث إن هو يسخن بشكل كويس جدا. طبعا البيتزا هنا حتستحق لو فرنك مسخن كويس على درجة حرارة عالية، البيتزا متاعك حتستحق فقط 3 دقائق حتى تستوي، ماكسيموم حيكون 5 دقائق. وهنا البيتزا متاعنا كانت جاهزة. نتمنى إن هي عجبتكم، وأتمنى أن اليوم الفيديو كان مفيد لكم. نستنى في تطبيقاتكم. بالهنا والشفاء عليكم مقدما. نشوفكم في فيديو تاني على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.